اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بالف خير. ايه رايكم بقى نعمل مع بعض كحك طعم وريحه ودايب دوب كده زي بتاع المحلات اللي ليها اسم كبير، ونفطر بيه الصبح مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه نسكافيه، مع كوبايه كابتشينو، مع فنجان قهوه. وكفايه ان انتي عاملاه بايديكي وخبزاه في البيت، والبيت يتملي دفى كده بريحه المخبوزات. ادي يا حبايبي الكحك هندوقه مع بعض بعد ما عملناه وحطينا له السكر. جميل جدا ودايب. بصوا الكحكايه جميله ازاي. وعملت معاه كمان كوبايه شاي بلبن. وطبعا زي ما قلت كل واحد يعمل المشروب اللي بيحبه، اللي بيحب النسكافيه، اللي بيحب الشاي بلبن، اللي بيحب قهوه. دلوقتي بقى حبايبي نروح ونشوف الطريقه. انا هنا معايا كيلو من الدقيق. ده كيلو من الدقيق منخول كويس، وهنزل بمعلقتين كبار من السكر، وعليهم ذره من الملح، وعليهم كيس لبن بودرة او معلقتين كبار لبن بودرة، ومعلقة وربع صغيرة من البيكنج باودر. وهضيف هنا كيس خميرة بيرة، خميرة فورية. وهحط معلقة ونص كبارة من المعلقة، حلو، من ريحة الكحك. دي كمية السمنة اللي انا هحطها الكيلو الدقيق. دول معايا كوبايتين ونص ومعلقة كبيرة، يعني ممكن تقولي 3 كوبايات الا ربع. انا هنا هحط نص كمية الزبدة، دي زبدة بقري فلاحي. النص حطيته، انا معايره بالكوبايه دي يا جماعه، حبيت اوريها لكم بعد ما كبيت منها السمنه. هنرجع تاني واعرفكم ان انا هنا حطيت نص كميه السمنه من غير ما اقدحها، والنص التاني قدحته. ليه بقى؟ علشان لما ناكل كام كحكايه كده ورا بعض ما يعملوناش ايه، حموضه على الصدر. وجربوا الطريقه دي وهتدعوا لي. هنا بعد السمنه ما سخنت انا حطيت السمسم بعد ما اتحمص، نزلت بيه كده على المكونات اللي انا حطيتها كلها، الدقيق والمكونات بتاعتي، وعجنته كده، بسيته بالعجان، بلم كده الجوانب. بعد ما الم الجوانب كده هشغل عليه تاني. الكحك يا جماعه بيحب ان يتبس جامد. لو هتعمليه على ايديكي يعني، وبعد السمنه ما تبرد تقعدي تبسي فيه كده حوالي ربع ساعه عشان يطلع معاكي ناعم وحلو. انا هنا برضو بلم العجينه كده. بصوا انا كده بجربها. بعد ما بسيت كده السمنه بالدقيق، معايا هنا نص كوبايه لبن. هنزل بربع كوبايه، يعني ممكن ايه ربع كوبايه كده ومعلقه كبيره. وهشغل العجان. هنلم العجينه كده عشان العجينه كلها تبقى مخدومه كويس. لو هعمل الكحك في العجان، بين الحين والاخر كده تفصلي العجان وتلمي العجينه وتشغليها تاني. العجينه معايا ما شاء الله زي الفل. انا هنا كده نجرب. هاخد قطعه كده كاني هعمل كحكايه واشوف. بصوا البسيط دوت يا حبايبي. لما عملتها هحط بقى معلقه هنا سمنه. هنا انا حطيت معلقه سمنه وشغلت عليها العجان، ورجعت تاني بختبر العجينه اهو. مفيش تشققات ولا اي حاجه. كده العجينه معايا ناجحه وزي الفل. انا هنا هحشي الكحك بندق. ودي البصامه اللي انا هبصم بيها الكحكايه بعد ما اعملها. يلا كده نعمل مع بعض ايه الكحك ونشوف. انا هنا باخد حته عجينه صغيره يا حبايبي، واحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كله مقاس واحد وما اعملهاش كبيره عشان تبقى زي الجاهزه. انا هنا حشيتها بندقايه وكورتها كده زي ما احنا شايفين.
وهنزل عليها بالبصامة. بصوا الجمال والحلاوة، شايفين الجمال؟ مفيش بعد كده. انا هنا اهو عملت واحدة تاني وحشيتها برضو بندقية، وادينا هنزل عليها بالبصامة اهو ونشوف شكلها. بصوا جميلة 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 بجد، والعجينة في ايدي مرتاحة وزي الفل. على فكرة حبايبي، الكحك ما بيخمرش. انا هنا شكلته كله اهوت وعملته بالختامة، مولعة الفرن على درجة حرارة 180 من وانا بشكله. وهنا بعد ما استوى هسيبه يبرد بقى. وادي حبايبي من كيلو الكحك عملت الكمية ديت. طبعا انا عملت حوالي يمكن 2 كيلو او اكتر. انا لو عندي ميزان ده كده هنا الباقي، لو عندي ميزان انا كنت وزنته حقيقي هيطلع اكتر من 2 كيلو. وكفايه ان انت عاملاه بايديكي وضامنه نظافته. بصوا الكحك يا دوبك بس واخد لون من تحت. خد في الفرن يعني من حوالي 10 دقايق ل 15 دقيقه حسب بوتاجازك. انا هنا بقى حطيت له السكر، وكان عندي كده علبه كنت جايبه فيها كحك جاهز هرصه برضو فيها، كنت غسلاها وشايلاها. صدقوني لما شافوه بيحسبوه ان هو فعلا جاهز، ومحدش جه كله عندي الا لما قال لي ان الكحك ده جاهز مش انت اللي عاملاه. بصوا حبايبي انا هنا حطيت السكر على الكميه دي، ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوه وريحه كده، والسمنه بلدي نظيفه وزي الفل. اتمنى حبايبي تجربوا طريقه الكحك ديت، طعمه هيبقى جميل جدا. وطريقه ان انت تحطي نص كميه السمنه مش مقدوحه وتقدحي النص التاني مش هتعمل حموضه، وهتعملي كحكايه زي الفل كده، زيها زي الجاهزه بالظبط. وادي الكحك اهوت. بصوا الكحكايه دايبه خالص معانا وزي الفل. ايه رايكم؟ اتمنى حبايبي تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم في الكحك اللي احنا عملناه.